ازيكم يا جماعة؟ بطارية الايفون اكتر حاجة بنستخدمها كل يوم واكتر حاجة بنخاف عليها كمان. بس يا ترى كل اللي بنسمعه عن صحة البطارية والشحن الصح والغلط صح؟ في الفيديو ده هفجر لك اكبر الخرافات عن بطارية الايفون وهقول لك عن اسرار هتخلي البطارية تفضل 100% من صحتها، يعني اطول فترة ممكنة حتى لو بتستخدم موبايل كتير. يلا بينا نخش في الموضوع على طول، يلا بينا. انا بستخدم ايفون 15 برو ماكس بقاله سنه و3 شهور، وصحه البطاريه عندي نزلت ل 86% مع عدد دورات شحن 486 دوره، ودي نسبه يعني او نتيجه سيئه جدا. عموما انا اشتكيت قبل كده ان هواتف ايفون 15 برو ماكس سيئه جدا في البطاريه، سواء استعمال يومي او صحه البطاريه عامه. وبصراحه برضو مش سبب البطاريه لوحده، يعني كمان مع استخدامي السيء للتليفون او للايفون ده سبب كبير معاه. اول حاجه نبدا بالاساسيات، ازاي بطاريه الايفون بتشتغل. يعني تعالى كده نحسب مع بعض ازاي او نتخيل مع بعض بطاريه الايفون بتشتغل. جوه بطاريه الايفون دي في اوضتين او غرفتين، واحده اسمها الانود وده المخزن بتاع البطاريه اللي بيخزن فيه الطاقه، عن طريق ان انت ما بتشحن الموبايل باليو اس بي او باليو اس بي سي عامه، بيبدا يخزن الطاقه دي من الكهرباء الرئيسيه وبيدخلها جوه البطاريه دي في المخزن. نيجي بقى لدور الكاثود اللي هي الغرفة التانية أو الأوضة التانية، دي بقى اللي بتطلع أو بتاخد من المخزن اللي متخزن اللي هو بطارية مثلا لو 100%، ال 100% دول في الأوضة دي بيبدأ يسحب منهم لغاية ما بينقص 0%. الأوضة دي بتعمل إيه؟ بتسحب الطاقة دي عشان تقدر توفر لك إن في أي دي يشتغل أو الموبايل يشتغل ويفتح وتستخدمه كفيديوهات ألعاب الكلام ده، ويوفر لك الطاقة على أكبر وقت ممكن. بس الأوضة دي بتبدأ تتبهدل مع الوقت، والأيونات دي ما بتروحش بشكل كامل لغرفة الكاثود اللي هي الغرفة اللي بتاخد بقى من المخزون اللي جوه البطارية عشان تقدر تقدم لك التليفون وتخليه لك شغال على أكمل وجه. واعتبرهم عمال ومش قادرين يروحوا للأوضة التانية، في منهم اللي بيروح، في منهم اللي بيكسل، في منهم اللي تعبان. فالأيونات اللي جوه ما بتوصلش للغرفة دي اللي بتطلع لك الشكل ده، وإن الموبايل يشتغل بشكل كامل زي كده. ما بتبقاش زي الاول ان هي بتوصل من المخزن 100%، بيطلع 100% للكاثود اللي هو المنظر ده. فبتلاقي مثلا ممكن من ال 100% اللي شحنتهم يطلع منهم 80%، 70% و30% مش موجودين او ما راحوش للاوضه دي عشان تقدر تشغل لك الموبايل. وبكده ده السبب الحقيقي لتدهور البطاريه بشكل مبسط. اتمنى يكون الفكره وصلت لكم وقدرت ابسطها لكم بابسط طريقه. طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعديه، ازاي احافظ على البطاريه. اول حاجه لازم تعرفها في حاجه اسمها دورات الشحن. يعني لو معاك ايفونات من فوق الايفون 14 زي 15 و16 والكلام ده كله، هتلاقي حاجه عندك اسمها دورات الشحن. لو دخلنا كده على نسبه شحن البطاريه هتلاقي حاله البطاريه عندك 86، وعندك حاجه اسمها عدد الدورات 486 دوره. والميزه دي هتلاقيها على هواتف ايفون 15 فيما فوق بقى على طول. ولو انت موبايلك اقل كان في اختصارات كنت عاملها من سلسله الاختصارات بتاعه الشورت كات، كنت عامل اختصار ازاي تظهر عدد دورات الشحن لهواتف الاقل من ايفون 15 والكلام ده كله. هسيب لك اللينك بتاعه في اسفل الفيديو، هتلاقيها من ضمن فيديو من ضمن الاختصارات اللي كنت بستخدمها او بعرضها في فقره الاختصارات. هتلاقي البلاي ليست دي مليانه اختصارات كتيره جدا بجد هتساعدك جامد. نرجع لموضوعنا، ان ليه انا حكمت ان بطاريه الايفون كده النتيجه دي سيئه. لان المفروض عند 1000 دوره شحن الحد الاقصى او قدره البطاريه تنزل ل 80%. انا 86 ولسه 486 دوره شحن. ودوره الشحن دي عشان افهمها لك بس، دوره الشحن دي ان هي اما الموبايل بيبقى 0% ل 100% كده بتتحسب دوره شحن واحده. فانا بقالي 486 مره شحنت الموبايل من 0% ل 100%. بس مش شرط ان لازم يبقى 0% عشان ل 100%، لا عادي لو 20% ل 100% هيبقى شحن 80 عشان يتحسب لسه فيه 20، فاما ينقص الشحن وتشحن ال 20 دول يتحسب دور، وهكذا هي معادله كده. اتمنى تكون فهمتها يعني. ده مش بسبب بس اداء بطاريه ايفون 15 برو ماكس سيئه، لا بسبب استخدامي الصراحه، ودي حاجه اعترف بيها. طب ايه الاسباب اللي وصلتني لكده؟ اول حاجه الحراره، ونبدا باول حاجه الحراره، ودي العدو الاول للموبايل. الحراره يا جماعه سواء بقى من الشاحن او من اللعب او من الشمس او من البيئه اللي انت فيها، اي حاجه بتخلي الموبايل يسخن بتدمر البطاريه. وده بيخلي الغرف اللي قلت لك عليها قبل كده اللي هي بتاعت المخزن واللي هي بتاخد من المخزن دي اللي هي كاسود، بتلاقي الايونات بتخبط في بعضها. العمال اللي جوه بيخبطوا في بعضها اكن في دربكه او خلاص. يعني بتلاقي من السخونيه والحراره بتلاقي الايونات بتجري بسرعه كبيره جدا، لدرجه ان في منها اللي بيقع وفي منها اللي ما بيروحش وفي منها اللي ما بتستلموش. فبتلاقي ان الاداء بتاع البطاريه بينزل بسرعه.
تلاقي مثلًا الشحن بقى نزل بسرعة من 100% ل50% ممكن في ساعة أو في ساعة ونُص، فبتلاقي الأداء بقى سيء جدًا. بما إننا إحنا عرفنا إن الحرارة هي اللي بتدّي إن موبايل أداؤه أو عُمر البطارية يقل جامد، إيه اللي يخلّيني أو إيه اللي يخلّي الأيفون يسخن؟ يعني أتجنب إيه؟ إن أنت بتستخدم التليفون وهو على الشارع خصوصًا مع اللعب. ابعد إن أنت تستخدم الشاحن، الموبايل يشحن يعني وأنت بتلعب، بيخلّي الموبايل يسخن، فبالتالي عُمر البطارية بيقل. بتسيب موبايلك في الشمس وخصوصًا في عربية مقفولة، تخيل كده أنت أمّا بيبقى درجة الحرارة 40 سايب العربية مقفولة وحاطط فيها موبايل وسايب العربية وقافل كل حاجة، ما فيش حتى تكييف شغال، الموبايل هيبقى حتة حديدة مولعة، فحرفيًا ده هيفرتك البطارية وده خطر طبعًا، فما تحطش موبايلك في الشمس أو في عربية مقفولة ودرجة الحرارة عالية طبعًا. بتستخدم شواحن رديئة، خصوصًا الشواحن السريعة، لإن الشواحن السريعة بتجيب طاقة مش نضيفة زي بنزين 80 كده وبنزين 95، فلو أنت بتستخدم بنزين 80 في عربية هتلاقي العربية بتكركر منك. نفس الكلام الموبايل أمّا تستخدم شاحن رديء أو مش أصلي، هتلاقي إن أداء البطارية أو الشحن اللي بيوصل للبطارية ما بيبقاش نضيف وبيبقى وهمي معظمه يعني. وكمان ده مع الوقت بيأثّر في البطارية جامد وبتلاقي نسبة البطارية قلّت جدًا. استخدام الموبايل فوق ال6 ساعات، يعني أنت لو بتستخدم الموبايل فوق ال6 ساعات بدون راحة واحدة أو نُص ساعة حتى يعني، ده بيقلل من عمر البطارية، خصوصًا لو أنت بتستعمل استعمال عشوائي جدًا، زي إن أنت بتتصفح على الفيسبوك وبتاع واليوتيوب، ترجع تلعب، تقوم راجع تاني اليوتيوب تقوم راجع تلعب، تقوم خارج راجع تلعب تاني، فالاستخدام العشوائي ده بيدمر البطارية حرفيًا، وخصوصًا إن أنت بتستخدم ساعات طويلة جدًا، استخدام مستمر، فده هيدمر لك الدنيا وطبعًا هيقلل من عمر البطارية بشكل سريع. آخر حاجة واللي بيسخّن البطارية برضه ومن ضمن برضه الحاجات اللي بتأثّر على البطارية التحديثات التجريبية، عشان كده بانصحك ما تحدّثش أي تحديث تجريبي لنظام iOS، ده بيدمّر البطارية لإن فيه مشاكل كتيرة ومن ضمن المشاكل إن هو بتلاقي الموبايل سُخن جدًا في الاستخدام العادي. كمان من الحاجات اللي بتأثّر في البطارية بعيدًا بقى عن السخونية، ما تخلّيش البطارية توصل ل0% أو حتى 10%. خلّيني أدّيك مثال كده، مثلًا أنت بتموّن العربية، فأنت ماشي على طريق خلاص، هل أنت بتسيب العربية تفصل منّك تانك أو تفضى التانك خالص؟ لأ طبعًا، أكيد بتحط قبل ما العربية بتفضى بنزين، عشان ده لو عملته بتلاقي البوابات اتملت رواسب والكلام ده، ما نخشش في الجهة الميكانيكية أوي، بس خلّينا نتكلم بشكل مبسّط يعني إن ده غلط على العربية، إن أنت وكمان هيتعبك، وكمان العربية هتلاقيها مع الوقت بدأت يعني يظهر فيها أعطال كتير، بسبب إن أنت بتخلّي إن العربية تفضى منّك بنزين، وده حاجة مش طبيعية أكيد، ما فيش حد بيعمل كده. نفس الكلام في الموبايل أو في الأيفون، فأنت أمّا بتخلّي الموبايل يفصل 0% عشان يعمل مجهود ويبذل تاني، يقوم من أول وجديد، ده بيأثّر على البطارية جامد يا جماعة، فبلاش تخلّي الموبايل يفصل منّك تمامًا، إلا في يعني في ظروف لو أنت برّه البيت والكلام ده ومحتاج الموبايل جامد، ده إنما على طول ده كارثة حرفيًا. خلّي دايمًا الموبايل يبقى بين 20% ل80% يعني فاهم، الشحن بتاعه، ما يقلّش عن 20% وما يزيدش عن 80%. نيجي للحاجة اللي بعد كده وما حدش بياخد باله منها كتير، إن أنت بتشحن موبايل ل100%، إزاي يعني؟ أيوه، شحن ال100% يا جدعان بيأثّر على البطارية، عشان كده آبل نزّلت ميزة في iOS 18 مش عند الكل، إن أنت تقدر تحِد من الشحن بتاع البطارية، فأنا مثلًا باخلّيه عندي 80% أو 90%، وده أفضل حاجة، يعني خلّيه على 80% أو 90% لو أنت عايز الموبايل يقعد معاك بأعلى كفاءة، أو 95 حتى بلاش 100%. ولو هتعمله 100% يا ريت تفعّل الخيارات دي، اللي هي زي إيه، اللي أنت مثلًا تسمح لحد من 100% وتشغّل شحن بطارية محسّن والشحن بالطاقة النظيفة، ده هيفرق معاك جدًا عشان أمّا يوصل 100% بتلاقي الموبايل عمل hold على طول للشحن، أو بيوقّف الشحن أو بيوصّل الشحن يعني بدل ما هو بيوصل بالسرعة الطبيعية بتاعته، بتلاقي الموبايل هدي وتلاقي الشحن بيوصل بطيء، دي من ضمن الأسباب. نخش بعد كده إشاعات عن البطارية وسبب نزولها، حاجات يا جماعة عملت هوس للناس وحاجات ما لهاش علاقة في أرض الواقع أو بالحقيقة حرفيًا، زي إن أنت بتشحن بشاحن وايرلس الماكسيف مثلًا، فبيقول لك إن ده بيبهدل البطارية أو بيقلل من أو بيبوظ من البطارية، بس الكلام ده قديم جدًا، والحقيقة إن الشاحن اللاسلكي بيسخن أقل من الشاحن السلكي نفسه، السلكي نفسه بيسخن العادي أكتر من الشاحن اللاسلكي عامةً. الإشاعة التانية وهي ما تشحنش موبايلك طول الليل، ده كمان غلط، أنا باشحن موبايلاتي طول الليل من سنين، وعمر البطارية يعني ما لاحظتش إن هو بيتأثّر، خصوصًا إن أنا مشغّل ميزة الشحن بالطاقة النظيفة، زي ما أنت كده شحن بطارية محسّن والشحن بالطاقة النظيفة. الميزة دي بتحِد عن الشحن أو بتخلّي الشحن
يبطأ، عشان الموبايل يعرف إمتى يستخدم الشحن البطيء ويحافظ على البطارية. يعني مثلًا وصل 100%، هواتف أيفون أصلًا بتبقى ذكية، أمّا بيوصل 100% بيُقف الشحن أو بيبقى بطيء جدًا، بيوصل الطاقة بنسب ضئيلة جدًا عن المعتاد. خلاص وصل 100%، الشحن أوتوماتيك يستقبل عدد معين من سرعة الشحن بتبقى بطيئة جدًا أو حاجة زي كده، إن هو بيوقّف الشحن. ما تقلقش، اشحن موبايل عادي، كده الموبايل خصوصًا وأنت مفعّل المزايا دي اللي هي شحن البطارية المحسّن والشحن بطاقة نظيفة. ما تقلقش جدًا، اشحن موبايل عادي وما فيش أي مشكلة، والحاجة دي مش هتأثّر في البطارية خالص. نيجي للحاجة الأخيرة وهي تحديثات الiOS. يا جماعة عايز أقول لكم حاجة، والله تحديثات الiOS ما بتأثّرش في البطارية ولا بتقلل نسبتها ولا بتقلل عمرها ولا بيظهر لي إن نسبة البطارية ظهرت. وناس كتيرة بتشتكي إن أنا كنت على iOS 17 نقلت ل18 نسبة البطارية كانت 89 بقت 84، واللي يقول لي نزلت 80. يا جماعة عايز أفهّمكم حاجة عشان تفهموا بس سيستم عُمر البطارية دي أو الحد الأقصى للقدرة بتاع البطارية ده بيقل إزاي. أنا مثلًا لو اشتريت أيفون إكس اللي هو نازل بقى له أكتر من 5 سنين وعلى iOS 11 وما حدّثتش خالص، حُط تحت ما حدّثتش خالص دي 100 خط. بمعنى إن أنا مثلًا على iOS 11 لغاية دلوقتي وiOS 18.5 نزل، فهتلاقي تخش كده على الsetting نسبة البطارية هتلاقيها 100%. إزاي وأنا يعني كده معناه إن التحديث هو اللي بينزل؟ لأ، هو أنت هتلاقي مشاكل زي حرارة، استهلاك البطارية مش هيكفّي معاك اليوم، هتلاقي أداء سيء جدًا للبطارية، وتخش على صحة البطارية هتلاقيها 100%. طب إزاي؟ الفكرة هنا إن ده مش بسبب البطارية أو التحديث قصدي، السبب هنا إن التحديث بيعمل إيه؟ العامل الوحيد للتحديث في صحة البطارية إن هو بيعمل لك update لصحة البطارية. التحديث لصحة البطارية ما بيحصلش غير لمّا بتعمل update للبطارية update للiOS نفسه. يعني لمّا بتعمل تحديث للiOS نسبة البطارية الحقيقية بتظهر هنا. يعني لو هو في iOS 11 زي ما قُلت لك بتاع الأيفون إكس ده اللي ما حدّثش ولا مرّة و100%، لو حدّث دلوقتي هتلاقي البطارية عايزة تروح للخدمة أصلًا، هينزّلها له تحت ال70. ففكرة إن التحديث بيقلل من نسبة البطارية، لأ، هو بيورّيك النسبة الحقيقية. ولو أنت مش مصدّق مثلًا لو هو على iOS 11 ينزّل 3 tools على الكمبيوتر أو على الماك ويوصّل الكيبل بالأيفون، هيلاقي النسبة الحقيقية، هيلاقيها عنده 100% في الأيفون وهيلاقيها في 3 tools مثلًا حاجة و70. فهي الفكرة في التحديثات ما بتقللش من نسبة البطارية، لأ بتظهر النسبة الحقيقية. يعني أتمنى يكون الفكرة وصلت لكم وفهمتوا أنا قصدي إيه، ودي فكرة مبسطة يعني عشان أفهمك نسبة البطارية وتحديثات الiOS وبس. يعني ممكن الiOS يأثّر في حاجة لو التحديث فعلًا فيه مشكلة، يأثّر في البطارية وأدائها وعمرها. بس يعني معظم تحديثات آبل خصوصًا iOS 18 كان فيها مشاكل، بس قبل كده ما كانش فيه. بس هي من ناحية المشاكل ممكن مشاكل الiOS تأثّر على البطارية شوية، بس التحديثات عمومًا ما بتأثّرش أو بتنزّل من عُمر البطارية نفسه، يعني ممكن تأثّر معاك في الاستخدام اليومي. نيجي بقى للخلاصة. الخلاصة بقى يا معلم خلّي البطارية على طول بين 20% ل80% قدر الإمكان، يعني حاول ما تقلّش عن كده وما تزيدش عن كده. لو هتزيد خلّيها 95، ولو هتخلّيها 100% شغّل وضع محسّن الطاقة، وزي ما قُلت لك أمّا بتخش على الشحن هنا كده في الإعدادات والشحن بالطاقة النظيفة لو هتخلّيها 100%. ابعد عن الحرارة ومسبباتها قدر الإمكان، ما تسيبش موبايلك في الشمس، ما تسيبوش في عربية مولّعة، حاول تخلّي البيئة اللي حواليك مكيّفة على قدر الإمكان وأنت بتستخدم الموبايل. ما تستخدمش الموبايل وهو على الشاحن، خصوصًا وأنت بتلعب، عشان ده بيأثّر في البطارية وبيخلّي الموبايل يسخن، وأمّا الموبايل يسخن البطارية عمرها بيقل. الشواحن السريعة والبطيئة ما فيش فرق ما بينهم، أهم حاجة تكون بتشتري شاحن أصلي، أهم حاجة الشاحن يكون أصلي أو حتى نوع نضيف زي أنكر. الشحن اللاسلكي ما بيأثّرش في البطارية وآمن، وخصوصًا لو نوع أصلي برضه زي أنكر أو أبل. ما تعلّقش فشل البطارية أو أدائها على تحديثات الiOS، ممكن يكون سبب أداء البطارية نفسه، إن البطارية نفسها فيها مشكلة، مش سبب الiOS نفسه، فده بيؤدي لنزول صحتها. فالتحديثات الiOS هي اللي بتظهر النسبة الحقيقية مش بتقلل من نسبة البطارية، فاهم؟ يعني استخدامك لو سيء نسبة البطارية هتسوء ونزول صحتها هينزل، النسبة المئوية بتاعتها هتنزل، وهتظهر إمتى؟ أمّا تحدّث التحديث اللي بعديه. فلو أدائك كويس واستخدامك كويس نسبة البطارية مش هتنزل، ما تقلقش. التحديثات التجريبية ابعد عنها بكل أشكالها وبكل أنواعها، لو عايز البطارية عمرها يفضل قاعد معاك لأطول فترة ممكنة. شوية نصايح عشان الأيفون يشتغل معاك أطول فترة ممكنة. اقفل التشغيل التطبيقات في الخلفية، لو دخلت كده على الإعدادات وعام ونزلنا تحت كده
اللي هو تحديثات التطبيقات في الخلفية، اقفل الخيار ده، اقفله لإنه بيستهلك البطارية جامد جدًا، ومهمته إن هو بس يعني لو في إشعار جوّه الواتساب فهو بيبقى محضّره لك قبل ما تخش على الواتساب بس، إنما لو قفلته أنت بتخش بتلاقي الواتساب قعد كده ثانيتين يقوم مجمّع لك الdata يقوم عارضها لك مرّة واحدة، وبيرسل الإشعارات بشكل مباشر أسرع، يعني ما لوش داعي ممكن تستغنى عنها عادي عشان تحافظ على البطارية وصحتها. الحاجة التانية اقفل مواقع الخدمة اللي أنت ما بتحتاجش التطبيقات توصل ليها، يعني لو دخلنا كده على الخصوصية والأمن وخدمات الموقع، اقفل التطبيقات اللي أنت مش محتاج الموقع يوصل ليها، خلّيها بس عند الاستخدام فقط. وبس كده، لو استفدت من الفيديو ووضح لك حاجات كتيرة ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وقُل لي تحت في الكومنتات بطاريتك كام ونسبتها كام دلوقتي وعدد الدورات. أنا مثلًا عامةً بطاريتي 86% و486 دورة شحن. أشوفكم الحلقة الجاية.